يلا بينا نشتغل كده ايه نص ساعة في working upright. تعال نحسب مع بعض شغلة كده. بص، قالك يجب أن يكون مصمم بحيث لا يسقط الشخص في مسافة تزيد عن 1.8 متر، مسافة السقوط الحر. حلو حلو. يبقى ايه وسائل الحماية من خطر السقوط اشتراطات عامة تمام يجب توفرها في نظام حزام السلامة. أن يكون مصمما بحيث لا يسقط الشخص في مسافة تزيد عن 1.8 متر، مسافة السقوط الحر. حلو أوي. يكون مصمما بحيث ايه يوقف يكون مصمما بحيث يوقف مستعمله اللي شغال عليه إيقاف تماما مسافة حركة لا تزيد عن 1.1 متر طول ماس الصدمات بعد مسافة ايه السقوط الحر. يجب الأخذ في الاعتبار 1 متر كمسافة أمان ايه يتأجرح فيها الشخص عند سقوطه. بالتالي تكون المسافة الكلية للسقوط من نقطة الربط حتى الأرض حوالي 5.7 متر. هو ما ايه يعني أن نظام الحزام السلامة كده أصبح فعال، يجب استخدامه على ارتفاع كام 5 متر على الأقل لكي يكون فعال. ده الحبل تمام اللي هو الايه 180 سنتي اللي هو ايه اللينير كده طول الحبل. الشخص طوله 180، متوسط طول الشخص. قالك لو انت عندك مقاس الصدمات ده، مقاس الصدمات لما يتفتح طوله 1.10 سنتي. يبقى انت عندك كام 180 و180، يبقى دول كام 3.60 متر. وكمان عليه ده يبقى كله كام 74. واحد أمان يبقى 75 متر. حط لنفسك 1 متر أمان عشان انت مش هتسقط على الأرض. برضه بتساوي معايا 3 قدم، يبقى المتر واحد فيه 3 قدم، فانت كده بتتكلم في 5.70 متر. فهمنا بقى الحسبة دي ماشية ازاي؟ ده سؤال انترفيو.